بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة خفيفة كده، تغيير، حاجة بسيطة برضو، تنفع غدا تنفع عشاء، مش مكلفة، يعني حاجة موجودة في البيت. يعني معانا فطاير النهاردة هنحشيها بالبطاطس المسلوقة، ومعانا الشكشوكة. حاجات بسيطة سهل تحضيرها. زي ما احنا شايفين اهي الفطاير ده، فطاير الجلاش دي محشية بطاطس او محشية جبنة، وبتبقى وجبة متكاملة كده وخفيفة وولادنا يحبوها. مقادير الشكشوكة عندنا احنا هنا اهي: طماطماية كبيرة كده، واحد حبايتين فلفل، بصلاية صغيرة، وعدد البيض زي ما انتي تحبي. طبعا الكمية زي ما احنا شايفين انا عاملة 3 بيضات، عايزة انتي اكتر من كده بتضاعفي الكمية دي. احط معلقة سمنة كبيرة كده اهو، وبحط البصلاية صغيرة، حباية بصلاية صغيرة كده، وبحيجها بشوية ملح، وبتسفر بس كده وبتدبل، وبعدين بحط عليها حباية الفلفل وبقلبها كويس، واديها تقليبها كويس لحد ما تدبل كده زي ما احنا شايفين اهو. بعدين بحط حباية الطماطم عليها برضو واديها تقليبة لحد ما المية بتاعتها تنزل وتدبل كده، واحسها ان هي ايه يعني بدأت تتسبك كده. وبحضر هني الثلاث بيضات كسرتهم وبحيجهم بشوية ملح وفلفل، احط عليهم شوية بهارات كده عشان اطعمها باي بهارات عندي جميلة موجودة متوفرة، احطها واضيفها عليهم بتنكهها لي كده، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، واقلب الخليط ده شوية على النار كده لحد ما يعني اشم ريحته كده وميته تخلص. بعدين بروح ضايفة على طول البيض اللي انا ضربته عليهم واقلبه تقليبة كده حلوة. يعني لا، في ناس ممكن الخطوة دي بتحط البيض وممكن تحطه بعدين بعد ما تقلب التقليبة دي تحطه في الفرن، بس هو يعني الجمال بتاعها انك تقلبيها في الطاسة زي ما هي كده، تقليبة كويسة لحد ما احس ان البيض استوى يعني اتجمع مع خلطة الفلفل والبصل واستوى يعني في الطاسة زي ما احنا شايفين. انا بهدي النار كده واسويه بالراحة لحد ما ياخد سوا، على ما بيكملش 5 دقايق يعني الموضوع ده كله. زي ما احنا شايفين اهي، يعني في منتهى الجمال، يعني وجبة متكاملة بتحطيها مع شوية مخلل اي حاجة وتبقى زي الفل. ادي البطاطس المسلوقة اللي عندي، وبحط عليها معلقتين جبنة قريش، او جبنة فيتا تكون مش مالحة جامد كده، وبحط معلقة كزبرة وشوية كمون اخضر، وبحيجها كويس كده، واحط لها حبيتين فلفل اخضر معاها برضو، واقلبهم كويس. عندي كده الخليط ده اقلبه كويس خالص وادوبه، اذا كان ناقص ملح يعني اظبط ملحه. وزي ما احنا شايفين في منتهى الجمال والله. بجهز اللي هو بجيب لفة جلاش عندي، وبجهز مع لفة الجلاش خليط كده شوية اللي زي ما احنا شايفينه في الطبق ده، معلقة زبدة وربع كوباية لبن، بضيفهم على بعض زي ما احنا شايفين. بدهن بيهم ورقة الجلاش كده بالفرشة، بشربها من الخليط ده قبل ما احط الحشو. وبعد ما احط الحشو زي ما احنا شايفين اهو، هنحط طبعا انتي حطي كمية. انتي البطاطس والحاجات دي الولاد احيانا ما بيرضوش ياكلوها، لكن في الحاجات اللي زي كده بتحشي وتعملها فطاير زي كده في الطاسة، بتبقى مقبولة وفي منتهى الجمال وطعمة، والاولاد كلها بتحبها. كل لفة بلف الورقة فيها بديها دهنة من الخليط اللي انا محضراه ده، زي ما احنا شايفين كده بدهن منه كويس. بعدين بيديني قرمشة ده وبيدي وطراوة في نفس الوقت. ادي ورقة ورقة زي ما كده، ورقتين مع بعض ما تفرقش يعني. ورقة في ايدك طلعت ماشي، ورقتين برضو ماشي، ما تفرقش خالص. يعني اهم حاجة تديها من الخليط ده كويس، تشربيها كويس كده بالفرشة، وتحطي كمية الحشو اللي تناسب حجم الورقة اللي انت هتحشيها، وتبدأي تلفيها كده زي ما احنا شايفين على مربع، مستطيلة، مثلث، زي ما انت تحبي. المهم ان انت زي ما انت شايفة كده
بتحطي وكل لفة بتلفيها بتشربيها بتديها دهنة بالخليط، والفها كويس واقفل عليها من الجوانب زي ما انتم شايفين كده، عشان وانا بقلب فيها في الطاسة ما تتبهدلش مني والحشوة تطلع من بره. زي ما احنا شايفين اهو بدهنها كويس بالخليط وبقفل عليها خالص بحيث انها ما تتفتحش معايا. برضو لو عندك شوية جبن ميكس جبن زي كده، خليط من الجبن برضو ممكن تحشي بيه مع شوية طماطم وفلفل تقطعيهم وتحطيهم معاهم برضو. ادي شوية جبنة رومي على مرزيلا على شيدر على شوية طماطم وفلفل مقطعين برضو زي ما احنا شايفين كده. بنعمل حشوات مختلفة، عندك شوية عصاج، ممكن عندك شوية قطعة فراخ مثلا صغيرة تشوحيها كده في الطاسة وتقطعيها قطع وتستخدميها كحشو. اي حشوة عندك او موجودة في التلاجة ممكن تستخدميها في الموضوع ده، وهي بتطلع في منتهى الجمال. انا بجهزها كده الفطاير كويس وبقفل عليها في الجوانب اهم حاجة، عشان يما اقلبها واحركها في الطاسة ما تفضاش من الحشوة بتاعتها. انا بأمنها خالص يعني. وبحضر طاسة على النار اخليها تسخن كويس وبدهنها دهن الزيت زي ما احنا شايفين كده. دي دهن الزيت، بحط لها معلقة الزيت لحد ما تسخن كده فيها، وابدأ ارص قطع الجلاش في الطاسة على نار متوسطة. بريحها زي ما احنا شايفين كده في الطاسة وارصها، وايه كل فترة كل كده بعد يعني دقيقة اروح قلبها على الناحية التانية تاخد ايه. انا كده بدهنها من فوق بدهن الزيت خفيفة عشان لما اقلبها تاخد لون اللي احنا شايفينه، اللون الجميل ده، وتاخد الجرمشة الحلوة. انا بقول على نار هادية عشان تجرمش. زي ما احنا شايفين كده اخدت لون ذهبي جميل كده. بسيبها تاخد اللون ده من الناحية التانية. وزي ما احنا شايفين اهي في منتهى الجمال والله والطعامة. عملنا طبقين حلوين للغدا للعشاء ما شاء الله. ما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا نانو مامتها. شكرا.